كل لعيب كبير له لقطة بداية، لحظة محدش بياخد باله منها غير بعد سنين. لكن عمرو زكي قصته بدأت قبل اللقطة، قبل الملاعب، قبل الشهرة. بدأت في مكان أبعد من أي مشروع احتراف، في شارع ترابه بيغطي الكورة، لكن صوت مهارته كان بيوصل للحي كله. واللي ما كانش حد فاهمه وقتها إن الولد ده هيبقى بعد سنين واحد من أكتر مهاجمي مصر رعبا، اللي الدفاع كله بيحسب له ألف حساب. قصة صعود مش طبيعية، وهتتفاجئ قد إيه كانت بدايتها بسيطة بس نهايتها عملت دوشة في أوروبا كلها. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشترك في القناة وركز معايا عشان أحكي لك قصة ما بتتكررش. المنصورة، المدينة اللي كل شارع فيها له حكاية، وكل حارة فيها كرة بتتقطع من كتر اللعب. وفي وسط ده كله كان في ولد صغير شكله مش بيقول إنه هيبقى نجم، لكن طريقته في الجري كانت بتقول، وطريقة لمسته للكورة كانت بتقول أكتر. عمرو زكي، طفل ما كانش بيحب يلعب في نص الملعب ولا يلف ولا يدور، ومن أول يوم مسك فيه الكورة وهو شايف نفسه قدامه وبس، قدام المرمى، قدام المدافع، قدام أي حد واقف في طريقه. عمرو بيحكي ويقول إنه كان في أهالي بيتفرجوا عليهم وهم بيلعبوا كورة في الشارع كنوع من أنواع التسلية يعني. لكن أول ما الكورة بتيجي في رجل عمرو كان بيسمع بنفسه صوت الناس بره الملعب بيقولوا الولد ده لعيب جامد. مع الوقت بدأ اسم عمرو ينتشر من شارع لشارع لحد ما وصل لودان المدربين في مركز شباب قريب، والكل كان بيقول نفس الجملة: في ولد صغير لازم تشوفه، هيبقى حاجة غير عادية. في السن ده لما طفل موهوب بيبدأ ياخد مساحة أكبر من اللي حواليه، دايما بيظهر نادي أو مدرب يقول له تعال جرب ونشوفك. وده بالظبط اللي حصل مع عمرو زكي. أول ما لمس بوابة نادي المنصورة الدنيا اتغيرت. المدربين هناك كانوا واخدين الموضوع جد، لكن أول مرة شافوه بيلعب فيها تقسيمة بسيطة انبهروا. طفل بيلعب بعقل راجل، والأهم مهاجم، مهاجم صريح، مهاجم ما يعرفش غير طريق واحد: الشبكة. ومن هنا بدأت رحلة عمرو زكي الحقيقية. في ناشئين نادي المنصورة ما كانش عمرو مجرد مهاجم، كان حالة. العيال اللي في سنه كانوا بيخافوا يخشوا عليه ويلتحموا معاه. المدربين كلهم كانوا شايفين حاجة واحدة: الولد ده مش طبيعي، ده مهاجم جاهز مش ناشئ. السر جرأة غير عادية، جسم أقوى من سنه، واحدة على الجول لو اتفتحت له من نص فرصة. والمنصورة كانت وقتها نادي بيعتمد على الناشئين، فعمرو كان بيلعب فوق سنه دايما، وده خلاه يتعود بدري على الاحتكاك بلعيبة كبار مش ناشئين بس. في بداية الألفينات منتخب الشباب بقيادة حسن شحاتة كان بيضم أحسن لعيبة مصر تحت 20 سنة، ومن هنا بدأ اسم مهاجم المنصورة يتكرر كتير في تقارير الكشافين. وأول ما شحاتة شافه الصورة اتأكدت: ده مهاجم منتخب مش محتاج وقت. اتاخد للمعسكرات وبدأ يبقى الاسترايكر اللي كل الكور بتتبني عليه: قوة وسرعة، تحرك صح، وضغط على المدافعين بشكل مرعب. ومع منتخب الشباب عمرو بدأ يبني شخصيته اللي عرفناها بعد كده: راجل ومقاتل وما يعرفش كلمة أسيب الكورة. وده كان تكملة للي اتعلمه في المنصورة، لأن هناك اتعلم 3 حاجات عملت الفرق: اللعب برجولة بدري، كان بيلعب مع سن أكبر منه من وهو في الناشئين، وده خلاه يدخل على مستوى منتخب الشباب وهو جاهز. جرعة قوة بدنية مش طبيعية. تدريبات المنصورة واللعب على ملاعب صعبة خرجوا مهاجم بيعتمد على القوة أكتر من المهارة، مساحة يثبت نفسه. ناشئين المنصورة وقتها كانت الفرصة اللي لو أثبت نفسه فيها يطلع للفريق الأول بسرعة، وده بالظبط اللي حصل. بدأت منافسات منتخب الشباب الرسمية ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو 2003، ودي البطولة اللي عمرو عمل فيها أداء مبهر الحقيقة مع باقي زمايله اللي بقوا نجوم بعد كده، من أول حراسة المرمى اللي كان فيها شريف إكرامي، مرورا بالمدافعين أمير عزمي والمرحوم محمد عبد الوهاب، وموهبة الإسماعيلي أحمد سعيد، والخط الهجومي أحمد سمير فرج وأحمد فتحي وحسني عبد ربه وعماد متعب، وغيرهم من اللعيبة جابهم حسن شحاتة من منطقة الظل للنجومية. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحه لعدد أكبر ويوصل لغيرك، وما تنساش تشترك في القناة بالمرة يعني. المهم، في الواقع منتخب مصر عمل أداء مبهر بالجيل ده من اللعيبة، وقدر كمان يحقق البطولة بعد الفوز في النهائي على منتخب الكوت ديفوار بنتيجة 4-3. بعد تحقيق بطولة أفريقيا للشباب اتجه منتخب الشباب لبطولة كأس العالم 2003 اللي كانت بتتلعب في الإمارات. ورغم إن المنتخب خرج من دور ال 16 من البطولة بعد ما خسر من الأرجنتين 2-1، إلا إنه عمل أداء كبير جدا، وكل اللعيبة وقتها
بدأ يجي لها عروض سواء من الدوري المصري أو الدوريات الخارجية. نرجع بقى لعمرو زكي. بعد البطولة الدنيا اتفتحت قدامه، العيون ابتدت تبص والعروض بدأت تيجي. وما بين ليلة وضحاها الولد اللي كان لسه بيلعب في الشارع اتفق مع نادي بيبني نفسه على قد ما هو بيبني لعيبة. الحقيقة إن في الوقت ده اسم عمرو زكي كان بدأ يتعرف في مصر كلها على إنه مشروع مهاجم كبير، ومن هنا بدأ الاهتمام من الأندية الكبيرة. في التوقيت ده إنبي كان عنده فريق مرعب ومشروع محترم جدا، وده اللي خلى عمرو زكي يوافق على الانتقال له في موسم 2003 مقابل ما يخرج من حوالي 1.5 مليون جنيه. وده رقم بالمناسبة يعني كان كبير قوي وقتها على ناشئ لسه ما كملش 20 سنة. لكن مع دخول عمرو زكي إنبي موهبته الحقيقية انفجرت وبدأت تظهر وتبان لكل متابعين الكورة في مصر. وعلى مدار موسمين مع إنبي قدر عمرو زكي إنه يبقى واحد من أهم المهاجمين في مصر، وده اللي خلى حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها إنه يستدعيه للمنتخب، ومش بس يبقى مجرد اسم في القايمة، لا، ده كان بيعتمد عليه بشكل أساسي هو وزميله ورفيق رحلته عماد متعب. عايزك تركز معايا بقى عشان احنا داخلين دلوقتي على فترة من أهم فترات كرة القدم المصرية، واللي عمرو زكي كان له دور كبير قوي فيها. عايز أكلمك شوية عن فترة بدايته مع منتخب مصر، بس قبلها تعالى نتكلم عن منتخب مصر نفسه في الفترة دي كان عامل إزاي. مصر كانت خرجت من المنافسة على الصعود لكأس العالم 2006 بعد ما حسمت الكوت ديفوار الصعود وكان باقي مباراتين في المجموعة. فقرر اتحاد الكورة بقيادة عصام عبد المنعم إنه يقيل الإيطالي تارديلي ويعين حسن شحاتة مدرب منتخب الشباب سابقا ومدرب المقاولين العرب اللي عمل معاهم إنجاز تاريخي بالفوز بكأس مصر والسوبر المصري على حساب الأهلي والزمالك بالترتيب. وكمان تعيين شوقي غريب صاحب إنجاز برونزية كأس العالم للشباب 2001 مساعد لشحاتة. ده اللي خلى الجهاز الفني يعمل مزيج بين جيلين تقال جدا، جيل 2001 وجيل 2003، ويطلعوا لنا منتخب حرفيا يعني كان بينيم افريقيا من المغرب. لكن بدايات المنتخب ده ما كانتش سهله خالص، وده اللي عمل تحدي كبير قدام الجهاز الفني واللعيبه انهم لازم يثبتوا لكل الناس ان هم قد المسؤوليه، وهم الحقيقه يعني ما كدبوش خبر. انضم عمرو زكي للمنتخب سنه 2005، ومن اول انضمامه هو حجز مكان اساسي في التشكيل، وبدا رحله اسطوريه مع جيل اسطوري للمنتخب. ومع تألقه في إنبي ولفته للأنظار بدأ كمان يتألق في المواعيد الدولية، وأصبح لعيب لا غنى عنه بالنسبة لحسن شحاتة وجهازه. عمرو شارك مع المنتخب في بطولة أفريقيا 2006 اللي كان له دور مؤثر وكبير فيها، وساعد مصر في تحقيق اللقب. وأكيد كلنا مش ناسين هدفه في مرمى السنغال في نص النهائي، لقطة ميدو وحسن شحاتة الشهيرة. بعد بطولة أفريقيا بدأ عمرو يفكر في الاحتراف الخارجي، وده بالظبط اللي تم بعد انتقاله لنادي لوكوموتيف موسكو مقابل 3 مليون يورو. لكنه ما بيكملش كتير في روسيا عشان يعلن الزمالك التعاقد معاه على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو بعد صراع كبير جدا مع الأهلي وقتها. الحقيقة إن فترته الأولى مع الزمالك كانت فترة ناجحة بكل المقاييس الممكنة على المستوى الفردي، أما على المستوى الجماعي فما كانتش مليانة بالبطولات بسبب حالة الزمالك وقتها وكمان حالة الأهلي اللي كان مكتسح مصر وأفريقيا. عمرو زكي بدأ يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الزمالك، وبقى بالنسبة للجماهير الزملكاوية معشوقهم الأول، وفضل محافظ على مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لحد ما جت لحظة غيرت كل حاجة، كأس الأمم الإفريقية غانا 2008. في الواقع عمرو عمل بطولة مش طبيعية سواء على مستوى الأداء أو حتى على المستوى التهديفي، وكان سبب أساسي ومباشر في فوز مصر باللقب الثاني على التوالي. كان مؤثر في مباريات مهمة جدا زي مباراة الكوت ديفوار في نص النهائي اللي انتهت بفوز مصر بنتيجة 4-1 وعمرو أحرز فيها هدفين. بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية كان لازم لاعب بالموهبة دي يرجع يفكر تاني في الاحتراف، ومن هنا جه عرض ويجن أتلتيك الإنجليزي. في يوليو 2008 ستيف بروس واحد من أكبر مدربين إنجلترا كان بيدور على مهاجم مش قالب خرساني، لا، واحد عنده قوة، عنده جرأة، عنده ريحة خط هجوم مدرسة شمال إفريقيا اللي بتعرف تفاجئ أي دفاع. وقتها ظهرت فيديوهات عمرو زكي المهاجم المصري اللي بيكسر المدافعين برجله وجسمه وفي نفس التوقيت بيشوط وكأنه قاتل مأجور. ستيف بروس طلبه، ويجن خطفوا إعارة موسم واحد والزمالك وافق. محدش في إنجلترا كان متخيل إيه اللي هيحصل بعدها. أول ماتش في الدوري الإنجليزي، أول لمسة تقريبا، أول جول، عمرو زكي ضرب واستهام بهدف خلى المعلقين يفضلوا يسألوا هو ده طلع منين. بعدها بأيام جاب هدفين في هال سيتي، وفي أسبوعين بقى هداف الدوري الإنجليزي الأول، لدرجة إن الصحافة البريطانية سمته البلدوزر أو الجزار البشري. الناس افتكرت إن الموضوع صدفة، لكن الراجل فضل يسجل ويسجل لحد ما وصل ل10 أهداف في الدوري في أول تلت موسم بس، ومن غير مبالغة كان من أحسن 3 مهاجمين في البريمير ليج ساعتها. بروس طلع في مؤتمر صحفي وقال ده واحد من أفضل المهاجمين اللي ضربتهم في حياتي، والدوري كله كان بيتكلم عنه. كان في إحساس إن ده مش لاعب عادي، ده مشروع نجم عالمي. وهنا
بنبدأ نسمع صوت تاني، صوت الإصابات وصوت السفر. عمرو كان بيروح مع المنتخب ويسافر إفريقيا ويرجع متأخر، مرة ورا مرة ورا مرة. ستيف بروس انفجر قدام الإعلام لأول مرة: عمرو لاعب ممتاز، بس ما حصلش وشفت لاعب مش منضبط بالشكل ده قبل كده. التصريح نزل زي الصدمة، الجمهور اتصدم، الفريق اتصدم، والضغط زاد. ومع الإصابات اللي بدأت تكتر، الأداء نزل والتركيز اتشتت والفورمة وقعت. ابريل 2009 حصلت الحكايه اللي انهت كل حاجه. عمرو اتاخر عن العوده مره كمان بعد التجمع الدولي. بروس وقفه وغرمه وصرح تصريحه الاشهر: بدات افقد صبري وكل الفرص اللي اديتها له ضاعت. ومن اللحظه دي بند شراؤه اتقفل، والباب اللي كان مفتوح لنجم مصري يمشي في طريق العالميه اتقفل بدري جدا. عمرو سجل في النهايه 10 اهداف في الدوري، 11 هدف رسمي، ارقام ممتازه. لحد النهارده كل الناس بتقول انها كانت بدايه لاعب بريمير ليج جاهز. لكن الاحتراف مش موهبه وبس، الاحتراف سلوك كمان. ومشكله عمرو كانت دايما في الجزء الثاني. رجع الزمالك وبعدين لهال سيتي، بس بريق البدايات عمره ما رجع تاني. قصه عمرو زكي مع ويجن مش قصه فشل، هي قصه لاعب وصل لقمه اوروبا بقدم واحده. لكن القمه محتاجه قدمين: موهبه وانضباط. عمرو امتلك الاولى وخسر الثانيه. بعد تجربه الاحتراف في انجلترا، رجع عمرو زكي مصر وهو شايل على كتافه اسم كبير، بس راجع كمان باصابات تقيله وناس مستنيه منه معجزات كل اسبوع. رجع الزمالك، النادي اللي كل ما يدخل غرفته يحس انه بيشوف نفسه وهو صغير. بس الحقيقه ان فترته التانيه هناك كانت شد وجذب: مدرب يمشي، مدرب يجي، اصابه تروح، اصابه تيجي، ولعب يقل واحده ورا التانيه. وبرغم كده كل ما ينزل ماتش يسيب علامه: جول، التحام، فاول متاخد، صوت جمهور بيهتف باسمه. بس الجسد كان بيقول حاجه والضغط كان بيقول حاجه تانيه. بعد الزمالك لف على كذا محطه: لعب للمصري وانبي، رحلات قصيره في السلميه الكويتي والرجاء، انتقالات سريعه، محاولات مستمره انه يرجع نسخه 2008، نسخه المنتخب، نسخه البلدوزر. والحقيقه هو حاول بجد. بس الاصابات كانت خلاص قطعت من المخزون اللي كان بيخليه يخش في 3 مدافعين ويقوم يقف عادي جدا. لحد ما جه قرار الاعتزال. مش لان الناس نسيت ولا لانه وقع، لكن لانه حس ان النسخه اللي عايز يقدمها مش هي اللي جسمه بقى قادر عليها. ساب الكوره بس فضل اسمه موجود، اسم لاعب بدأ من المنصوره وعدى على المنتخب، وقف قدام انجلترا، ولحد اخر يوم كان بيحارب انه يكمل حتى لو جسمه قال له كفايه. بعد ما رجع من اوروبا، وبعد ما الهدايا والشهره والفلوس والجمهور بقوا ذكريات، بدأت تسمع همسات في الوسط: عمرو زكي اتغير، عمرو بعد اصابته ما بقاش هو، عمرو داخل على مرحله صعبه. مفيش حد كان فاهم ايه اللي بيحصل فعلا، لكن الكل كان حاسس ان اللاعب اللي كان اسد في الملعب بدأ يخسر معركه بره الملعب. في وقت لعيبه كتير بتطلع في برامج تتكلم وتوضح، عمرو اختفى. مفيش تصريحات، مفيش مقابلات، مفيش ظهور. الناس بدأت تربط كل حاجه بكل حاجه: اي صوره قديمه دليل، اي خبر بدون مصدر يتحول لحقيقه، اي كلمه من حد تكبر وتبقى قصه. والعيله كانت دايما ترد بكلمه واحده: عمرو بخير. لكن الصمت ساعات بيكون سلاح ذو حدين، وبيخلي الناس تتخيل أسوأ سيناريو ممكن. وهنا بنوصل لجوهر الموضوع. لحد النهارده مفيش مصدر رسمي واحد قال ان عمرو بيعاني من مشكله معينه، ومفيش مصدر رسمي قال انه تمام 100%. اللي موجود هنا هو اختفاء كامل، اسرار كتير، تاريخ مليان صدمات واصابات وازمات بعد الاحتراف، واشاعات بتجري اسرع من اي معلومه حقيقيه. الحقيقه ان عمرو زكي بقى حكايه مفتوحه، كل واحد بيكتبها على مزاجه. اللي نقدر نقوله دلوقتي بثقة إن حياة عمرو بعد الاعتزال ما كانتش سهلة، وده ثابت من انتقالاته ومشاكله وإصاباته، تصريحاته القديمة، ولسانه اللي كان دايما صريح زيادة عن اللزوم. هل مر بأزمات؟ أكيد. هل كانت أزمات قوية؟ غالبا، لأن اختفاء لاعب بالحجم ده مش بيحصل من فراغ. هل في مشكلة أكبر من اللي بنسمعها؟ محدش يعرف، والعيلة مش بتتكلم، والسوشيال ميديا بتتكلم بزيادة. في النهاية قصة عمرو زكي بعد الاعتزال بقت لغز كبير، كل واحد بيكمل المساحة الفاضية زي ما هو عايز. لكن لحد ما يظهر اللاعب نفسه ويقول الحقيقة من بقه، مفيش حد يقدر يجزم بحاجة. وبكده نكون خلصنا كلام عن نجم من أهم النجوم في جيل مصر الذهبي. لو عايز قصة لاعب معين قول لي اسمه في الكومنتات وهنتكلم عنه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.